ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا متعودين ان غسولات البشره اللي احنا بنستخدمها دايما لبشرتنا بتكون يا اما غسول جل او غسول فوم كريمي او غسول جل يكون فيه حبيبات بتساعد على تقشير البشره وانها تعمل لها سكراب، ودي الانواع اللي احنا دايما كلنا متعودين عليها. لكن ان انت تنضفي بشرتك بزيت او يكون فيه غسول زيتي، دي اللي حاجه غريبه طبعا علينا وعلى الكل. ليه؟ لان احنا دايما حاطين في دماغنا ان الزيوت لما نيجي نستخدمها على البشره هي اساسا مش هتنضفها، هي هتعمل طبقه دهنيه فوق البشره ومش هتنضف. لكن الكوريين اكتشفوا ان نظريتنا دي غلط، واكتشفوا ان في نوع من انواع الزيوت او مجموعه انواع من الزيوت بتعمل على اذابه الميك اب والدهون والشوائب العالقه بالبشره، وده من غير ما تضر البشره ولا تسبب انسداد في المسام. وده كان سر من اسرار الكوريين في ان هم ينتجوا الغسولات الكوريه، وده البيز او النظريه اللي قامت عليها المنتج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهو كلينزنج اويل من بيوتي اوف جوسون. الكلينزنج اويل ده هو عبارة عن غسول زيتي للبشرة بيستخدم لتنظيف البشرة من الشوائب ومن الميك اب ومن كل حاجة ممكن تكون عالقة بالبشرة من غير ما يسبب لها اي اذى او اي تراكم للدهون يقدر مثلا يبقى سبب في ان هو يعمل حبوب في البشرة او يسد المسام. الكوريين اكتشفوا ان في زيوت تقدر تدوب الزيوت الضارة الموجودة في المكياج، وكمان تقدر تشيل الشوائب وتعمل على جذبها زي المغناطيس بالظبط. ودي النظريه بتاعه الميسيليار ووتر اللي دايما احنا لما بنشوفه في ازازه بيبقى عباره عن جزئين، جزء ميه وجزء بيكون زيت، ولما نيجي نستخدمه بنروح رجينه كده مع بعض عشان نستخدمه وينظف البشره. واكيد كلنا جربنا الميسيليار ووترز العادي، المنتجات المصريه مش لازم تكون اجنبيه، وحسينا ان في فعلا في التنظيف بتاعها فرق بينها وبين الغسولات في انها مش بتسبب جفاف البشره، وتقدري تستخدميها على قطن كده من غير ما تستخدمي وراها ميه او تشطفي بعدها. دي حاجه يعني ترجع لك انت، لكن اكيد كلنا لاحظنا فعاليه الميسيليار ووتر في تنظيف البشره. الغسول بتاعنا بتاع النهارده اللي هو بيوتي اوف جوسون ده عباره عن مجموعه من الزيوت الطبيعيه اللي بتنظف البشره بفاعليه وبعمق من غير ما تسبب لها اي جفاف. احنا النهارده هنتكلم عنه بصوره مفصله، وهتكلم عن مميزاته وعيوبه، وهنتكلم هو بيناسب ايه انواع البشره اللي ممكن تستخدمه وايه المفروض ما يستخدمهوش او مين المفروض ما يستخدمهوش. وفي النهايه طبعا انتوا ليكوا حريه الاختيار تجيبوه او ما تجيبوهوش، وفي اخر الفيديو هقول لكم عن رايي فيه وهستخدمه تاني ولا لا. فلو انت مهتمه بالحلقه ولو انت مهتمه تعرفي ايه الغسول الزيتي بنستخدمه ازاي، يا ريت تعملي سبسكرايب وتعملي لايك للفيديو وتبداي تكلمي اصحابك عنه ان هم يجوا يشوفوا الفيديو ده. قبل كده اتكلمنا عن بيوتي اوف جوسون كبراند، وقلنا انها من البراندات الكوريه اللي بتهتم بمجال العناية بالبشرة من غير ما يكون فيها اي مواد ضارة تسبب الاذى للبشرة. من ضمن المنتجات دي هو المنتج اللي انا بكلمكم عنه النهاردة، وهو بيوتي اوف جوسون كلينزنج اويل. المنتج ده مكون من مكوناته 50% زيت فول الصويا. زيت فول الصويا بيعمل بكفاءة ان هو بينظف وبيدوب كل الشوائب الموجودة والعالقة بالبشرة، وكمان بيشيل الميك اب من غير ما يسبب اي جفاف للبشرة، وكمان ما بيسدش المسام، وده بيخليها ناعمة جدا وبيخلي البشرة نفسها نضرة نتيجة الزيوت اللي بتغذيه اللي هو زيت فول الصويا. تاني زيت عندنا او تاني مكون عندنا في الغسول الزيتي هو زيت بذور الجنسنج، وده نسبته مش كبيرة، نسبته 1/10%. وزيت بذور الجنسنج ده كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ان هو بيحمي البشرة من العوامل الخارجية البيئية الضارة من غير ما يسبب اي اذى ليها. زيت بذور الجنسنج هو من اكتر الزيوت اللي ريحته باينة في الغسول بتاعنا. في ناس بتستخدمه اساسا في المساج عشان يعمل لها ريلاكسيشن كده وهي بتعمل عمليه المساج، وهنا برضو المفروض انه يعمل نفس الافكت في الريحه وانت بتنضفي بشرتك. بس انا من الناس اللي بصراحه ما بتحبوش، فعشان كده انا مش يعني
من الروائح اللي مش لطيفة اللي بتقابلني وانا بستخدم المنتج ده هو زيت بذور الجانسينج. ثالث زيت عندنا في المكونات بتاعة الغسول ده زيت الزيتون، وزيت الزيتون طبعا معروف ان هو مهدئ طبيعي للبشرة لو بشرتك فيها تهيج او حساسية، زائد ان هو بينظف بفاعلية وبيرطب. وعندنا كمان فيتامين اي، فيتامين اي ده مضاد للاكسدة قوي، فوجوده داخل الغسول بيحمي بشرتك من اي عوامل ضاره ومش بيسبب ليها اي جفاف. عندنا كمان زيت دوار الشمس او زيت عباد الشمس وزيت بذور الكاميليا، والاثنين استخدامهم في المنتج ده بيبقى هدفه ان هو يلطف البشره وما يحدثش بيها اي جفاف او اي تهيج او اي حساسيه. في كمان مجموعه من الزيوت الطبيعيه التانية والزيوت النباتيه زي زيت اوراق النيم، وده برضو فايدته ان هو بيهدي البشره وان هو مضاد اكسده قوي. طيب ده الغسول بتاعنا. ازاي بنستخدمه؟ الغسول ده عشان نستخدمه احنا بناخد بخة او 2 منه على الايد، وبنبدأ ان احنا نرطب بيهم البشرة وندلكها بحركات دائرية، وانتي ايدك تكون جافة وبشرتك كمان تكون جافة. والهدف من كده ان انتي هتعرفي ان انت بعد كده لما بتبلي ايدك او تبلي بشرتك الغسول بيتحول لرغوي. فاحنا عايزين اول خطوه ان احنا نعمله على البشره وهي جافه، ونركز على الاماكن اللي بيتكون فيها الدهون، سواء المنطقه بتاعه الدقن او منطقه المناخير نفسها او منطقه الجبهه، لان تقريبا دول اكتر 3 مناطق بيتكون فيهم الدهون بتاعه البشره، فتسبب هنا حبوب وتسبب هنا رؤوس سوداء وتسبب هنا رؤوس بيضاء. فانت بتحطي الزيت على بشره جافه وايد الجافه وبتفضلي تعملي تدليك كده بلطف وضغط خفيف خالص على البشره، على اساس ان انت تحسي او تحفزي الزيت ان هو يدخل في المسام الداخليه بتاعه البشره ويعمل لها تنظيف بعمق. بعد ما بتخلصي الحركات الدائريه اللطيفه دي بتبداي ان انت تبلي ايدك، وبعد ما تبلي ايدك تعملي تاني تدليك، فهتلاقي ان الزيت ده ملمسه تحول لرغوي خفيف. ولما بيتحول بقى الملمس الرغوي خفيف هتحسي بقى كأنك بالظبط حاطه غسول جل عادي، فهتبداي ان انت تدلكي تاني البشره وبتاكدي على المناطق اللي فيها تكون في الدهون، وبعد كده بتشطفي بشرتك بميه فتره. الغسول بما انه زيتي او بما ان اصلا احتياجنا للغسول عموما بيكون من مره لمرتين في اليوم، وطبعا الصح ان هو يكون مرتين، مره اول ما بتصحي مره قبل ما تنامي عشان تحطي السكين كير روتين بتاعك الليلي على بشره نظيفه، فانت هتستخدمي الغسول ده مرتين. طيب احنا استخدمنا الغسول وشطفنا بميه فتره ونشفنا بشرتنا، ايه الايفكت بتاعه او ايه التاثير بتاعه على البشره؟ اول حاجه هو بينظف المكياج بفاعليه، حتى المكياج الووتر بروف. فانت لو بتحطي مكياج ووتر بروف فده منظف قوي جدا 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 من غير ما يسبب اي جفاف لبشرتك. تاني حاجه هو مش بيسد المسام، بل بالعكس انت لما تستخدميه فترات طويله ورا بعض هتبداي تلاحظي ان الرؤوس السوداء تكونها قل في البشره. المنتج معانا حجمه كبير حوالي 150 ملي، فهو اصلا كده كده هيكفيكي كتير. يعني انا شايفه حجم العبوه اعتقد 150 لان هي كبيره، فهو كده كده هيكفيكي فتره طويله. فانت مع دوام الاستخدام هتلاقي ان فعلا البثور السوداء والرؤوس السوداء تكونها بدا يقل. ثالث حاجه ان مزيج الزيوت الطبيعيه الموجود في البشره واللي اتكلمنا عنها زي زيت فول الصويا والجنسنج والزيتون والكاميليا، دول بيرطبوا البشره وبيهدوها لو فيها اي التهابات او تحسس من اي منتج تاني. رابع حاجه المنتج مثله ان هو خالي تماما، لا فيه كحول ولا فيه بارابين ولا فيه سيليكون ولا فيه كبريتات. فدي الافكت بتاع طبعا ده خلوه من المواد الضاره مش هيسبب لك اي جفاف للبشره. يعني انت لو بشرتك جافه جدا هتستخدميه مش هتحسي باي جفاف في البشره. التأثيره يعتبر هو نفس مميزاته. لما احنا نقول ان هو بيزيل الميك اب بفاعليه، فانت لو بتستخدمي الميك اب كل يوم، بتستخدمي الماسكارا الووتر بروف اللي معظم البنات بيستخدموها وبيفضلوا بيها طول اليوم، فانا اعتقد ان الغسول ده هيبقى البطل بتاعك فعلا في التنظيف من غير ما يسبب لك اي جفاف للبشره. لان انت لما بتحطي مكياج كتير وخصوصا لو ووتر بروف بتضطري تعملي تنظيف لبشرتك مره واثنين وثلاثه عشان تتخلصي من كل اثار الميك اب، او للاسف ممكن تنامي ببواقي منه فتضر الرموش او تضر الشفايف يبدا لونها يتغير ويسود، او تضر البشره تبدا المسام بتاعه البشره تتفتح ويبدا تكون رؤوس بيضاء وسوداء وحبوب. فانت لو بتستخدمي ميك اب كتير وخصوصا لو ووتر بروف فده هيبقى بطل التنظيف بالنسبه لك. تاني ميزه فيه ان هو خلوه من جميع المواد الضاره اللي احنا قلناها، كبريتات، سيليكون، بارابين وكحول، بيخليه مناسب جدا جدا للبشره الحساسه. كده اصحاب البشره الحساسه
الحساسه اللي غالبا مش بيلاقوا منتجات مناسبه ليهم في التنظيف او في العنايه اليوميه، الغسول ده هيعتبر ممتاز بالنسبه لهم لانه مش هيسبب لهم اي حساسيه نتيجه خلوه من كل المواد الضاره. ثالث حاجه وجود الزيوت الطبيعيه فيه زي الجانسنج وزيت الزيتون وزيت فول الصويا بيضمن لك ترطيب كامل للبشره بتاعتك من غير ما يسبب اي جفاف او اي وجود قشور نتيجه جفاف البشره بسبب استخدام المنظفات. رابع ميزه واللي هي بالنسبه لي هي اهم ميزه ان هو رغم وجود كميه الزيوت دي كلها مش بيسبب اي انسداد للمسام، ودي طبعا بتبقى اهم حاجه في المنظف بتاعك وخصوصا او عموما اي مستحضر بتستخدميه للعنايه ببشرتك، ونتيجه ان هو مش بيسبب انسداد للمسام فهو هيقلل من استخدام الرؤوس السوداء بدوام استخدامه. طيب دي المميزات وهي مميزات حلوه جدا ومميزات تشجعنا ان احنا نستخدم المنتج. ايه بقى العيوب بتاعه المنتج؟ بالنسبه لي انا اول عيب والعيب اللي هيبقى فيصل في استخدامه هو ميزانيتك. المنظف للاسف مش رخيص خالص، المنظف غالي جدا ولولا الفضول ما كنتش هجيبه، لكن هو غالي وخصوصا ان انت اللي بتبقي دايما عايزاه من الغسول الحاجه اللي مش هتفضل على بشرتك فتره ان هو يكون بينظف بفاعليه، بيكون ما بيسببش جفاف للبشره، يكون مرطب صحي ما فيهوش كبريتات ما فيهوش سيليكون ما يأذيش بشرتك يعني عشان ما يسبب لهاش حساسيه. فاحنا لو دورنا في السوق هنلاقي منتجات كتيره جدا اسعارها يعني مش عايزه اقول انها العشر يعني عشان ايه هيبقى يعني تصنيف غير منصف يعني، بس هو فعلا حقيقي لما يبقى مثلا الغسول ده سعره معدي ال1000 جنيه وانت تعرفي تجيبي غسول ب100 او ب150 فانت اكيد هتترددي قبل ما تجيبيه. تاني عيب بالنسبه لي او بالنسبه للناس اللي هي بشرتها دهنيه ان هو طبعا الملمس الدهني اللي موجود على البشره بتاعتهم، احساسهم ان اوكي انا نظفت الميك اب ونظفت المسام بس للاسف انا لسه حاسه بملمس دهني، فانت هتضطري ان انت تستخدمي بعده غسول رغوي عادي، يعني انت هتستخدميه هو كسائل تنظيف وهتشطفي بشرتك بس ممكن بعدها تحسي تاني وجود اثار دهنيه او ماده دهنيه على وشك، فهتضطري ان انت تغسلي بشرتك بغسول رغوي عشان تتخلصي من الملمس الدهني اللي مش هتحبيه في بشرتك. تالت عيب بالنسبه لي انا هو عيب قوي في اي منتج ودايما بقول لكم عليه وهو ريحه المنتج. للاسف المنتج ريحته زيت زيتون وزيت جينسنج بطريقه تخض، يعني مش محطوط عليه اي حاجه تعمل توازن في الروائح دي خالص، فهو بالنسبه لي انا وانا بستخدمه لا ببقى متضايقه من ريحته بصراحه، وده برضو من العيوب اللي تخليني ممكن مفكرش ان انا اجيب المنتج تاني لو لقيت له بديل ينظف بفاعليه وتكون ريحته خفيفه. دول الثلاث عيوب من وجهة نظري. لو انت مش فارق معاكي السعر هتجيبيه لان هو فعلا بطل في التنظيف، وانا بكلمة بطل دي بطل فعلا. لو انت حاسه ان لا انا ما عنديش مشكله ان انا استخدم غسول رغوي بعده انا بشرتي دهنيه يبقى برده هاتيه لانه هينفعك جدا لو انت بتستخدمي ميك اب كتير. لو انت مش فارق معاكي الريحه وهسد مناخيري وانا بستخدمه يبقى خلاص جربيه وحقيقه هتتبسطي منه. ايه هي انواع البشرات اللي المفروض تستخدمه؟ طبعا زي ما اتكلمنا وزي ما واضح في الفيديو، اول حاجه البشره الجافه. البشره الجافه هو هيكون ممتاز معاها لان هو هينظف بفاعليه حتى لو هتستخدميه 4 و5 مرات في اليوم من غير ما يسبب اي جفاف او بشرتك تتقشر، بل بالعكس هو بيرطب وبيغذي نتيجه الزيوت اللي فيه. تاني حاجه البشره العاديه، طبعا ملائم جدا 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 لان هو هينظف بفاعليه مش هيسبب جفاف ومش هيسبب زياده في تراكم الدهون. البشره الحساسه طبعا من اهم الغسولات اللي تنفع للبشره الحساسه لان زي ما قلنا هو خالي من اي مواد ضاره، فبالتالي اصحاب البشره الحساسه يقدروا يستخدموه بمنتهى الامان. ايه البشرات اللي ما تستخدمهوش؟ زي ما قلنا برضو في الفيديو، الدهنيه او المختلطه، صاحبات البشره المسام بتاعتها مفتوحه او كبيره قوي، لان دول هيلاقوا صعوبه في التنظيف، هتضطري تغسلي بعدها مره واتنين، فالايفكت اللي هو عمله هتحسي انه ضعف الجل الرغوي او الغسول الرغوي. هم دول اللي ممكن ما يستخدموهوش، او البنات اللي بتتضايق من الملمس الدهني وبرده ما عندهاش استعداد ان هي تجيب 2 غسول تستخدمهم في المره الواحده. من الاخر لو انت بشرتك جافه او عاديه او حساسه ومن البنات اللي بتحط ميك اب على طول وبتلجأ للميك اب الووتر بروف لظروف حياتها اليوميه، شغلها، بيتها، ايا كان، ففعلا ده لازم يبقى معاكي لان هو ده اللي هيبقى المنقذ
بتاعك عشان تقدري تشيلي كل اثار الميك اب، فاونديشن، ماسكارا، كونسيلر، والحاجات اللي بتبقى صعبه جدا في التنظيف وبتهلكي بشرتك وانتي بتشيليها. ده يعني مجرد ما هتوزعيه وهتعملي تدليك للبشره وفي العينين وفي الدقن وبعدين ميه وتبداي تعملي تدليك تاني وتشطفي، خلاص هي بشرتك نورت وشالت كل اثار الميك اب. لو حد من البنات جربوا يا ريت يكتب لنا في الكومنتات، ولو حد اتشجع وعايز يجربه هيجربه يرجع تاني يكتب لنا في الحلقة في الكومنتات برضو استخدمه ازاي. وطبعا زي ما قلنا البدايل بتاعته اللي موجودة اللي تقدر تخلينا ان احنا نتبدل ده عشان ده سعره عالي، هي الغسولات اللي مش بتنشف البشرة وبتنظف بعمق. فلو انتي جربتي حاجة مش بتنشف البشرة وبتنظف بعمق برضو يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو يا ريت تبعتي اللينك بتاعه لصحباتك يتفرجوا عليه، وما تنسيش تعملي سبسكرايب وشير، واستنوني في حلقة تانية ان شاء الله.